متابعينا متابعي أفلام الخمسينة الكرام، أهلا وسهلا بيكم وفيلم جديد. حابب أشكركم على دعمكم المتواصل، وبجد أنا فخور بيكم وشكرا على تعليقاتكم الجميلة، وإن شاء الله مستمرين مع بعض. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان نبدأ في ملخص الفيلم الجامد ده. بيبتدي فيلمنا النهارده بواحد اسمه لارجو وهو بيصلح ماكينة هيدروليكية لكبس المعادن، وبيكون معاه ابنه اللي اسمه نوم واللي بيعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة في الشغل بتاعه، وكمان بيشركوا في كل حاجة بيعملها. لكن المرة دي الماكينة بيبقى فيها عيب مش مفهوم وهم مش عارفين يفهموه بقالهم شوية، وبيحاول نوم انه يلاقي لها حل او طريقة على اليوتيوب علشان يصلحها وتقدر ترجع تشتغل من تاني. لكن والده لارجو معودوش على كده وبيقول له انه لازم يجرب ويغلط علشان يتعلم، وفعلا نوم بيوافقوا الرأي وبيرجع للماكينة من تاني وبيشغل دماغه علشان يقدر يصلحها. وبعد شوية بيروحوا الهضبة على الجزيرة علشان يريحوا شوية من الشغل، واثناء كلامهم مع بعض بنعرف ان نوم والدته متوفية بقالها فترة وانه مفتقدها جدا ونفسه انها تكون معاه، وبنفهم كمان ان المكان والناس اللي هم عايشين معاهم دول هم عيلة والدته. وفي نهاية الحوار بيطلب نوم من والده انهم يفضلوا على الجزيرة ويقضوا الباقي من حياتهم فيها وما يرجعوش للمدينة دي من تاني. لكن لارجو بيكون صعب عليه انه يسيب شغله وفلوسه ويفضل على الجزيرة، بس نوم بيعند معاه وبيعرفه ان المكان ده بقى جزء منه والناس اللي موجودين فيه بيعتبرهم اكتر من اهله، وبيروح سايبه ماشي وبيفضل متضايق. وفي نفس الوقت بنلاحظ ان في شخص واقف على قمة الهضبة وعمال بيراقبهم، وما بتعديش دقيقة على مشي نوم لوحده فجأة لارجو بيسمع صوته وبيستغيث بأعلى صوت، فبيروح له بأقصى سرعته علشان يعرف فيه ايه. ولما وصل له شاف ان في عصابه مسلحه بتخطفه وما بيقدرش يساعده علشان العصابه دي بتضرب نار عشوائي في كل مكان، لكنه بيتصرف بسرعه وبذكاء وبيجري بسرعه في الاتجاه المقابل علشان يتمكن منهم، وفعلا بيقدر يوقع واحد منهم بالسكينه بتاعته وبسرعه بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيكمل جري ورا العصابه. ونوم كان عمال يعافر مع العصابه بكل طاقته على امل انه يفلت منهم، لكنه بيبقى واحد وهم كتير فما بيقدرش يعمل لهم اي حاجه. لكنه لما بيشوف والده جاي من وراه بيتجدد عنده الحماس من تاني وبيقدر يرمي واحد منهم من على العربيه، ولارجو بيكمل من بعده وبيقدر يرمي واحد هو كمان من على العربيه وبيطلع بسرعه يضرب فيهم كلهم، لكن في واحد منهم قوي قدر ان هو يوقعه، وبسرعه بيلحق نفسه وبيمسك في العربيه بكل قوته وبيتمكن وبيقدر ان هو يرجع يدخل جوه العربيه من تاني، وبيفضل يضرب في بقيه العصابه وبمهارته في القتال قدر يخلص عليهم كلهم. لكن يا فرحه ما تمت بيتصدم جدا لما بيلاقي العربية طارت بيهم من أعلى الجبل وبتنزل بيهم في النهر. على الناحية التانية من الجزيرة بنشوف الشخص اللي كان بيراقبهم من بعيد واللي اسمه إيزو واللي وصل للنهر وفتح المنظار بتاعه وكمل مراقبة ليهم. وبنرجع للارجو من تاني وبعد ما فاق من الصدمة فضل يدور على نوم لكنه مش لاقيه كأنه فص ملح وداب. وفي نفس الوقت ده بيجي شخص غريب جدا لإيزو وبيهدده بالسلاح علشان يرجع له فلوس خدها منه، لكن إيزو بيقول له مطرح ما تحط راسك حط رجليك، بيقول له انه ملوش حاجة عنده وانه خلاص بقى في عداد الموتى وعمره خلاص انتهى. وفعلا قدر بضربه واحده ان هو يخلص عليه والرصاصه اللي جت فيه مش بتاثر فيه نهائي، ودي طبعا حاجه غريبه. وبعد 3 اسابيع من تدوير لارجو على ابنه نوم في الجزيره بيحس انه خلاص كده مفيش امل وانه خلاص مش هيلاقيه، وبيفضل يتهيأ انه حواليه في كل مكان في الميه وخلاص بيفقد طاقته وبيغمى عليه. وبتعدي الأسابيع والشهور من اختفاء نوم وبيرجع لارجو تاني لمدينته بانكوك في تايلاند، وده علشان يتابع شغله وشركاته وفلوسه، وهناك بيكلف فريق عمل كامل يبحث على نوم في كل مكان. وهنا بيتضح لنا انه رجل اعمال كبير جدا وغني جدا جدا، ومش بس كده ده عنده اكبر الشركات في صناعة التقنيات التكنولوجية على مستوى العالم، وبيمتلك كمان أكبر حصة من مجموعة دبليو واللي ورثها عن والده السيد وينش، واللي بنكتشف إنها بتضم أكتر من 1000 شركة حول العالم في مختلف المجالات. وحاليا بتدخل عليه مديرة أعماله واللي اسمها ريفا وبتعرفه آخر الأخبار اللي قدر يوصل لها فريق البحث اللي موكله في إنه يبحث عن ابنه، وبيعرف إن لسه مفيش أي جديد وما بانش أي أثر لنوم حتى الآن. وبعد شوية بيروح يحضر المؤتمر اللي عاملاه الشركة علشان يعلنوا عن أكبر ابتكار وصلوا له في مجال التكنولوجيا، وكان خلاص العد التنازلي بدأ لعرض المؤتمر في البث المباشر. لكن لارجو ما كانش بيفكر في حاجة تانية غير ابنه وما كانش مركز مع أي حد خالص، وكان المفروض إنه يتم تجسيد شخصية السيد وينش المالك الأول للشركة بتقنية ال 3D علشان يلقي كلمته في المؤتمر، لكن بيتضح إن لارجو أمر ريفا إنها تجسد شخصية نوم بدل منه، وده لأنه كان عايز يوصل رسالة مهمة لكل الناس عن طريق الفيديو اللي صوره نوم لنفسه قبل ما يتخطف.
ومضمون الرسالة دي هو إن العالم كله في خطر بسبب اختراعات شركة دبليو اللي بتأثر على الغلاف الجوي للأرض، وده لأنها بتستخدم مواد بتسبب سخونة وارتفاع درجات الحرارة في الجو، ومع مرور الوقت الكوكب هيتلاشى ومش هيبقى فيه حياة على الأرض. وفعلا لارج حقق له المراد بتاعه، ودي أقل حاجة ممكن يعملها له بعد ما افتقده، وبيكشف للناس عن اختراعه الجديد لطائرة نفاثة بتشتغل بالكهرباء، ودي وسيلة إنها تقلل انبعاثات الملوثات في الغلاف الجوي. وكمان سمى الاختراع ده باسم تحدي نوم. وفي وقت ما الكل مبسوط من اللي عمله لارج وشايفينه راجل عظيم، بيحصل فجأة هاك على سيستم الشركة كله بيتم اختراقه، وبيظهر في البث المباشر واحد اسمه الدكتور دينيس، وبيطلع هو اللي عمل الاختراق ده علشان عايز يوصل رسالة لارجو قدام العالم كله. وبنكتشف انه رئيس وشريك لارجو في احدى شركاته وهي شركة ويند باور، ومن كلامه بنفهم ان لارجو ما سمحلوش يعلن عن اختراعه اللي قعد يطور فيه سنين كتيرة جدا، وفي الاخر دفنه تحت التراب. وبيلوموا كمان انه السبب في خسارة 1000 موظف وظيفتهم في الشركة. وهنا لارجو بيبقى مش فاهم ومستغرب جدا وعمال يتساءل هو ليه وازاي بيعمل كده وازاي بيقول عني الكلام ده، وبيكون متأكد جدا ان شركة ويند باور بخير ومفيش اي مشكلة فيها ومفيش اي حاجة حصلت من الكلام اللي بيقوله دينيس. وفي النهاية دينيس بيخلص على نفسه قدام العالم كله، وفي الوقت ده بيبقى لارجو هو السبب في موته قدام الناس كلها وقدام العالم كله على البث المباشر. وده طبعا لان ناس كتيرة جدا اللي بتتفرج على البث المباشر وشايفين كل حاجة بتحصل. بعدها لارجو بيؤمر ريفا انها تجمع له كل الشركاء بتوعه علشان يفكروا في اللي حصل ده ويلاقوا حل سريع. وهو في طريقه للقاعة بتجيله مكالمة على تليفون وبيتفاجئ انها بتبقى لابنه نوم، فبسرعة بيرده لكن بيطلع اللي بيكلمه هو ايزو، وبيخدعه وبيفهمه ان ابنه معاه، وبنكتشف انه مسجل صوت لنوم في التليفون بتاعه علشان يهدده بيه. والصدمة انه بيبقى موجود في بيت دينيس، وبيتضح لنا ان هو السبب في اللي حصل ده كله قدام البث المباشر، هو انه اجبره يخلص على نفسه قدام الناس. ولحد دلوقتي بنبقى مش فاهمين ليه الشخص ده بيعمل معاه كل ده وبيبقى عايز منه ايه بالظبط. وبعد المكالمة دي بيروح لارجو للقاعة مع شركائه علشان يفكر يشوف هيعمل ايه في الموضوع ده وهيخرج ازاي من الورطة دي. فبيتكلم واحد منهم واللي اسمه جوليوس وبيقول ان فعلا شركة ويند باور خسرت كتير جدا وسرحت عدد كبير جدا من الموظفين الفترة اللي فاتت، وبسبب كده الناس في الشوارع عملوا مظاهرات ضد لارجو لانهم شايفين ان هو السبب وانه مجرم. ولما بيسأل لارجو عن السبب بيعرفوا جوليوس ان تم تزوير بعض البيانات من شخص صاحب شركة واللي كانت بتورد لهم المواد الخام، وانه لسه متعين جديد في المجموعة واسمه ستيف، وانه بعد ما خرب الدنيا اختفى في ثواني ومحدش عارف يوصل له لحد دلوقتي. فبيفهم ساعتها ان في شخص معين عايز ينهي حياته وعايز يدمره وينهي الكارير بتاعه. فبعدها بياخد طيارته وبيوصل بيها لبيت دينيس لانه عرف ان موقع التليفون اللي اتصل بيه موجود في نفس المكان، وهناك مش بيلاقي حد في البيت نهائي وكمان جثة دينيس مش موجودة. فبسرعة بيروح لمكتبه وبيفتح اللابتوب الخاص بيه وبينقل لتليفونه كل البيانات اللي تخص شركة ويند باور. وفي الوقت ده بتدخل عليه مرات دينيس واللي اسمها هيلين وبتهدده بالسلاح لانها كانت فاكره ان هو ده اللي قتله. فبيبدا لارجو يشرح لها هو هنا ليه وبيعرفها انه بيدور على ابنه نوم، وبيبقى عنده يقين ان اللي خطفه هو نفس اللي قتل دينيس وهو نفسه اللي عايز يوقع الشركه وان الشركه تعلن افلاسها. فعرفته هيلين ان دينيس قال لها قبل ما يموت ان في واحد من الشركاء هو السبب في كل ده، لكن قبل ما تعرفه هو مين وشغال مع انهي شركه بيدخل واحد لابس خوذه وبيصعقها فبيغمى عليها، وبيفضل هو ولارجو يتعاركوا شويه مع بعض لكن في الاخر الشخص اللي لابس خوذه بيقدر يصعقه ويوقعه على الارض. وبعدها بيشيل الخوذه وبيطلع هو ايزو وراح له وراه التسجيلات بتاعت نوم وعرفه انه قدر يخدعه وجابه لحد عنده من غير اي مجهود. وبعدها بيخلص على هيلين بالسكينه بتاعت لارجو علشان يلبسه في الجريمه ويخلع هو منها. وبعد كل اللي حصل ده الشرطه بتقدر ان هي تقبض على لارجو وفي طريقهم بيه للسجن. وفي الوقت ده بيطلع على كل قنوات الاخبار والناس فقدت ثقتها فيه وبقى بالنسبه لهم مجرم ونصاب. وبعد ما بيتسجن لارجو في السجن المؤقت بيلاقي معاه واحده في القفص اللي جنبه اسمها بوني، وبياخد منها التليفون وبيتصل على كوكرين علشان يشوف له طريقه للخروج لكنه ما بيردش عليه، وده عشان مشغول في الاجتماع اللي مجمع كل كبار الشركه علشان يشوفوا موقفهم ايه بعد ما لارجو اسمه اتضرب في السوق واتلطخ. فبيقرروا انهم هينقلوا الرمز 51 وبيوافق الكل على القرار ده، لكننا ما بنكونش فاهمين ايه الرمز ده وبيرمز لايه بالظبط. وبنرجع تاني للارج وهو في السجن واللي بيتصرف بذكاء علشان يقدر يخرج، وقدر ساعتها ان هو يجذب الحارس ليه ويضربه وخلى بوني تفتح الاقفاص وبيقدروا يهربوا هما الاتنين. وبعد ما بيخرج لارجو من السجن بيلاقي عدد كبير جدا من المتظاهرين بره بينادوا باسمه وانه لو حاول يظهر لهم او حتى يلمحوه هينقضوا عليه في ثواني ويبهدلوه. وفعلا اثناء ما كان بيحاول يهرب قدر حد ان هو يتعرف عليه وجريوا عليه، بياخد بوني وبيركبوا الزلاجه وبيقدروا يبعدوا عن المكان اللي هم فيه على قد ما يقدروا. وفي المقابل
بيهرب اللي ايزو ما بيكونش مصدق ان هو قدر يهرب، وبيروح وراه بسرعة بالعربية بتاعته علشان يقدر يخلص عليه. فلارجو بيضرب عليه نار علشان يعطله، لكن مفيش ولا رصاصة بتأثر فيه. ووقتها بوني كانت فاتحة لايف ومصورة كل حاجة بتحصل، ولارجو قال في البث ان هو السبب في قتل دينيس علشان الناس كلها تعرف انه مش مذنب. وبسرعة قدر يوقعه من على عربيته، وفضل لارجو يضربه بكل قوة وسأله مخبي ابنه فين. لكن ايزو بعد كل الضرب ده مش بيتأثر بيه نهائي، وبتيجي بوني من ظهره وبتديله خبطة وبتخليه يقع على الأرض، وبسرعة بيهربوا قبل ما الشرطة توصل لهم. وبيروح بسرعة لارجو للطيارة بتاعته وبيقدر يمشي بيها بره البلد خالص علشان يعرف يفكر كويس في الورطة اللي هو اتورط فيها دي. وهو في الطيارة قدر يوصل لريفا واتكلم معاها شوية وعرفها مكانه فين بالظبط، وانه رايح في مكان علشان يقدر يتابع منه اخبار الشركة. فبتعرفوا انهم قرروا ينقلوا الرمز 51، وهي كمان ما بتكونش عارفة الرمز ده بيخص ايه بالظبط. وتاني يوم بيوصل لارجو للجزيرة وبيروح يقابل اهل مراته، وبيبقوا هم اخر امل ليه علشان يقدر يخرج من الورطة اللي هو فيها. وهنا بيقابل ارون وبيطلب منه يعرف اخر اخبار البحث عنهم. فبيقول له ارون انهم ما قدروش يوصلوا لاي حاجة من ساعة ما مشي، بس بيرجعوا بيطمنوا انهم هيقدروا يلاقوه في اقرب وقت ممكن. فبيسيبوا لارجو وبيروح يدور على بوني وبيشوف هي راحت فين، وفي الاخر بيلاقيها عند قبر مراته على الهضبة. فبيتضايق جدا وبيتعصب، وده بيسبب له ضيق تنفس ونوبة هلع، لكنه بيقدر يتخطاها بسرعة وبيرجع لطبيعته تاني. وبعدها بيفتح التليفون وبيلاقي الأخبار كلها بتتكلم عن إن مجموعة دبليو طردته من الشراكة، وده علشان يحموا نفسهم من الشبهات. وبنفهم وقتها ان ده هو الرمز 51، وهو بيبقى عبارة عن خطة لطرد المدير التنفيذي وقت حدوث شبهة للمجموعة. لكنه ما بيتضايقش وبيروح بيكلم كوكرين علشان يسأله اذا كان لهم يد في خطف نوم ولا لا، بس كوكرين بيقفل السكة في وشه وبيكون قليل الذوق معاه. وعلى الناحية التانية بيوصل ايزو للشركة وبيدخل يخلص على رودي، واللي بيكون فرد مهم جدا في الشركة، وبيأمر كوكرين انه يكتب خطاب بخط ايده تحت تهديد السلاح. ومضمون الخطاب ده هو اعتراف كوكرين على نفسه ان هو اللي قتل رودي، وان هو اللي دمر البنك بتاع دبليو، وان لارجو مسؤول عن بقية الجرائم التانية. وبعد ما بيمضي على الاعتراف ده بيخلص عليه في ثواني. وبنرجع تاني للارجو وهو بيقوم من نومه وفي شخص في المكان بيهدد حياته واللي بيكون هيقتله ومش عارفين ايه السبب، لكن بتجيله ريفا في الوقت المناسب وبتنقذه، وبتكون جايبه له اخر الاخبار اللي قدرت توصل لها في قضيه نوم، وبتعرفه ان صوره نوم اتعرضت في الدارك ويب، وان اللي نشرها هي نفس الشركه اللي كانت بتورد لهم المواد الخام، وهي دي نفس الشركه اللي ملحقتش هيلين تقول له عليها قبل ما تموت. وريفا بتعرفه انها قدرت تجيب عنها معلومات كتير جدا زي موقعها فين بالظبط والاسم بتاعها كمان. ولارجو بيقرر انهم هيتحركوا بعد نص ساعة بالظبط لان الموقع بتاع الشركة قريب منهم. وهما في الطريق بيشوف لارجو ان خبر موت كوكرين ورودي انتشروا في الاخبار، فبيفهم ساعتها ان السبب في كده هو ايزو. وفي الوقت ده بنعرف ليه ايزو بيعمل معاه كل ده، وبنفهم ان زمان في وقت ما كان عنده 17 سنة جه لوالده السيد وينش موظف من الموظفين بتوعه، وكان وقتها عايز علاج لحالته، وهي انه ما بيقدرش يحس باي الم وان الجهاز العصبي بتاعه اتدمر خالص، وده بسبب انه كان من الناس اللي وينش جرب عليهم تجاربه القديمه وحقنوا بسم الامونياك، وعرفهم ان ابنه ايزو ورث منه المرض ده ولازم يلاقوا له علاج فورا. لكن وينش مرضيش يساعده وسابه ومشي، ومن ساعتها وايزو قرر ينتقم لموت ابوه، وبيطلع هو في الاخر اللي بيطارد لارجو في كل مكان، وهو اللي خطف ابنه علشان يندموا عليه. وطبعا ايزو ما كانش بيتاثر بضرب النار لانه ورث المرض ده من والده. وبعد شويه بيوصل لارجو واللي معاه لمقر الشركه وبيتنكروا بلبس العمال، وده علشان يقدروا يدخلوا للمنجم بتاع الشركه. وفي المنجم فضلوا يلفوا على العمال على امل ان اي حد فيهم يكون شاف نوم هنا ولا هنا، لكن مفيش ولا واحد من العمال قدر يتعرف على صورته. على الناحيه التانيه بتروح ريفا علشان تهكر سيستم المراقبه بتاع الشركه بحيث انهم يقدروا يشوفوا المكان اللي نوم محبوس فيه. وفي المنجم لارجو بيشوف واحد من الحراس بيجر طفله صغيره انها تشتغل بعد ما خلاص وقعت على الارض من التعب، فبيروح له وبيضربه وبياخد البنت علشان يساعدها. وبنرجع لريفا وهي ملخومه في اللي هي بتعمله، وساعتها بيجي لها ايزو بيهددها بالسلاح. لكن الصدمه هنا لما بنلاقيهم هما الاتنين مع بعض، وانها طلعت خاينه طول الفتره دي وبتخدع لارجو وكانت مفهماه انها معاه وفي صفه. وبتكون من الناحيه التانيه بتنقل كل تحركاته لايزو، وبعدها بتسيب ايزو وبترجع للارجو تاني علشان تعرفه انها هكرت سيستم الكاميرات بتاع المراقبه وورته احداثيات المكان وعرفته مكان نوم، وكمان بتحذره لا يكون في كمين ولا حاجه. وبالليل لارجو بيروح يقابل مدير الشركه، وفي الوقت ده كان ايزو بيراقبه من بعيد لبعيد وبيتواصل مع ريفا علشان لما تيجي اللحظه المناسبه يقتله. لكن بسرعه بوني بتكشف ريفا وبتخبطها وبتروح تبلغ
وبيبلغ لارجو. وبعد ما لارجو قابل صاحب الشركة واللي اسمه كوين بيضرب كل الحراس وبيهدده علشان يعرفوا مكان ابنه. وبعد ما قال له على مكانه وراح علشان يشوفه ما لقاهوش، وبيكتشف انه فعلا ده كمين وهو واقع فيه. وبيجي ساعتها ايزو من ظهره وخده معاه وراح لكوين وبيأمره انه يخرج له الهاردوير اللي عليه بيانات شركة ويند باور. لكن ساعتها بيطلع لهم السلاح بدل الهارد، فبيلحقوا لارجو بيخلص عليه. وفي المقابل ايزو ضرب لارجو علشان يعطله وعرفه ان خلاص معاه كل البيانات اللي توديه في داهية، وبكده يكون انتقم منه ونهى حياته كمان. لكن قبل ما يخلص عليه بثواني ريفا بتعمل حركة جدعنة وبتدخل بالمعدة في المكان علشان ما يقتلهوش. وفي الوقت ده لارجو بينتهز الفرصة وبيفضل يضرب في ايزو علشان يقتله، لكن ما قدرش عليه، وده لانه اقوى منه ومستحيل يتأثر باي ضربات. بس الحظ بيقف مع لارجو وحارس من الحراس بيضرب عليه نار، وده اداله فرصة ان هو يقتله. فبسرعة بيقابلوا على السطح وفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض. وقبل ما لارج يخلص عليه بتجيله ريفا وبتهدده انه لو ما بعدش عنه هتقتل بوني. لكن بوني بتتصرف معاها وبتاخد منها السلاح وبترميها من على السطح، وبكده تكون خلصت عليها. بس هي كمان بتقع في الميه لانها ما قدرتش تمسك في الحديده كويس. وبسرعه لارج بينزل وراها علشان ينقذها من الغرق، وفعلا قدر يطلعها من الميه وبيديها ضربه بالصاعق علشان يفوقها. وبعد ما الليله دي بتخلص وبيعدي على اللي حصل ده فتره، بتروح بوني للارجو علشان تستلم شغلها الجديد. وفي النهاية بنشوف نوم عايش مع قبيلة موجودة على الجزيرة، والمؤسف في الموضوع ده انه فقد الذاكرة وهو مش فاكر اي حاجة حتى ابوه. وبنلاقي ايزو قدر يلاقيه واعتبره في الوقت ده ابنه وخده علشان يعيشوا مع بعض. وبنفهم وقتها ان التسجيلات دي اللي كانت معاه لنوم كان جايبها من حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وده علشان يخدع بيها لارجو ويفهمه انه هو معاه ويندمه عليه. بس يا صديقي لحد كده وبيخلص فيلمنا. لايك شير سبسكرايب واشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.